السلام عليكم. رجوع تاني لسلسلة التعديل، ومعانا النهاردة حلقة خفيفة ولطيفة، حلقة هنتكلم فيها على الدي في بلس. ناس كتير قوي سألتني عليه والمفهوم بتاعه مش واضح لناس كتير. يلا نبدأ. أنا محمد شفيق. قبل ما نتكلم على الدي في بلس محتاجين نقول اصلا هو ايه الدي في. الدي في اختصار للدايفرتر فالف. اللي ما شافش حلقات التربو بتاعتنا اللي في الاول بتاع سلسلة التعديل يروح يتفرج عليها، مهمة جدا علشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. وهحط لك رابط هنا للحلقة اللي هنتكلم فيها على الصورة اللي هتشوفها كمان شوية. لو انت شفت حلقة التربو هتبقى فاهم الرسمة دي كويس. هي باختصار شديد علشان ما نطولش في الحلقة دي بتوري لك مسار الهواء من ساعة ما العادم بيخرج يدخل التربو والهواء بيتحرك فين. الجزء اللي يخصنا الهواء اللي خارج من التربو ورايح واقف على البوابة قبل ما يخش الموتور. انا دايس بنزين والموتور شغال وفي تسارع، البوابة بتاعتنا مفتوحة والهواء اللي التربو مخرجه ده بيدخل جوه البوابة يتحرق جوه الموتور ويديني باور. طيب سبت بنزين مرة واحدة، في هواء مضغوط، هواء مشحون محطوط جوه مسار الهواء ده جوه الشارج بايب. فجأة البوابة هتقوم قافلة في وشه ومش هيلاقي حتة يخرج فيها. هنا بيجي دور الدايفرتر فالف او اللي احنا بنسميه بالبلدي حساس التربو. هو ولا حساس ولا حاجة، ما هو الا فالف سولونويد بيشتغل بكنترول من الموتور يديله اشارة افتح اقفل، بس كده اهو. يبقى دور الدي في ان انا لما اقوم سايب بنزين مره واحده، الهواء المشحون المضغوط ده علشان ما يردش تاني يخبط في مروحه الكمبريسور ويعمل لي السيرج اللي هي صوت الستوتوتو ده اللي احنا كلنا بنحبه. الصوت ده مضر بمروحه الكمبريسور، مع تكراره لفتره كتيره هيبوظ مروحه الكمبريسور وده اللي بيسموه السيرج. فعلشان نمنع الكمبريسور سيرج بنيجي نقوم فاتحين فتحه ننفس الهواء ده نخرجه بره. يبقى كده كل الدور بتاع الدايفرت الفالف ان انا لما اقوم سايب بنزين مره واحده الهواء المضغوط ده انفسه اخرجه بره علشان ما يردش تاني في مروحه الكمبريسور. ملوش اي دور اكتر من كده. لكن بالرغم ان انا قلت لك ان هو ملوش دور غير كده، هو برضو ما ينفعش ان هو يكون بايظ ويسرب لك بوست وهو واخد امر ان هو يقفل او ما يبقاش فاتح. ما ينفعش ان هو يهرب بوست، المفروض يكون متطبب مسدود. فهو ده الدور بتاع الدايفرتر فالف اللي احنا بنسميه حساس التربو. حاجه اخيره بس، الهواء اللي بيطرد بره ده بيروح فين؟ ارجع تاني لحلقه التربو. عندك حل من اتنين، يا اما بتطرده في الهواء، ساعتها لما تسيب بنزين هتسمع صوت البس الهواء اللي خارج ده، يا اما بيرجع لك الهواء ده تاني جوه دوره الانتيك علشان ما يعملكش اصوات. لان في ناس بتبقى راكبه عربيات فخمه ومعتبره ان هو صوت كل ما يسيب بنزين يعمل بس، ده حاجه كده العربيه بايظه. ولو انتوا عارفين الموتور ال 1200 تربو بتاع رينول كادجر، انا اعرف واحد كان معاه العربيه كادجر دي وبيشتكي من صوت التربو. صوت التربو بتاعها عالي جدا فعلا، انت بتبقى خارج من الاشاره مثلا او خارج من مطب او بتاع وسامع صوت عالي قوي جنبك على طول، انا ببقى عارف ان دي عربيه كادجر. فانا واحد من صحابي كان معاه العربيه دي وبيشتكي منها، بيقول لي كده انا صوتها بايظ فيه حاجه. فسواء انت هتطرد الهواء بره هتعمل صوت او هترجعه تاني، في الاخر هي وظيفه الدي في واحده. وبالمناسبه في ناس بتقوم جايه قافله الفتحه دي خالص مطبباها مفيش دي في خالص علشان تسمع صوت الكمبريسور سيرج اللي هو الستوتوتو ده. وحط لك رابط بتاع حلقه جميله جدا، خش اتفرج عليها، بيقول لك ازاي تحول الصوت من الشلولو للشطوطو. وانا مش هقول اكتر من كده، خش اتفرج على الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا مقطع جديد، والمقطع راح يكون عن طريقة تغيير صوت التيربو وتغيير النغمة اللي طالعة من التيربو اللي هي شلولو، فنحسنها نخليها شطط اليوم. طيب نيجي بقى للدي في بلس. يفرق ايه عن الدي في العادي؟ اول حاجه، الدي فيز العاديه بتاعه الشركات احيانا ما بتمسكش بوست كويس، بالذات لو انت هتتون العربيه او هتقرص عليها ممكن تبتدي تهرب بوست فهتقلل معاك الاداء. الدي في بلس بيمسك بوست احسن من الستوك، فيبقى اول فايده له واول استعمال له لو انت عندك تهريب بوست وجربت بقى. احنا مثلا في مجموعه فاج عندنا الحساسات الكاوتش وعندنا الحساسات الفبر ريفيجن دي وريفيجن سي وريفيجن جي. فلو انت الدنيا مقفله معاك، الحساس بيعلق او بيفضل مفتوح او بيفضل مقفول او بيعمل اي مشاكل، من ضمن الحلول بتاعتها الدي في بلس. انا اول حاجه عرفتني على الدي في بلس لما عليت البوست عندي شويه، ابتديت الاقي تهريب بوست وطالع دخان. هوريك السموك تيست طالع من حساس الدي في. جربت كذا حساس تاني وفي الاخر التيونر بتاعي قال لي مالكش حل غير الدي في بلس. قلت له يعني ايه دي في بلس؟ كانت اول مره اتصاحب عليه، الكلام ده من حوالي 3 سنين. تاني فايده للدي في بلس ان هو بيحسن الثروتل ريسبونس بشكل انت مش متصوره في السواقه اليوميه. انت ماشي على الدي عادي خالص، ماشي بالراحه مريح رجلك، بس حاجه خفيفه قوي على البنزين بيحسن الثروتل ريسبونس جدا. وهشرح لك ليه كمان شويه. بيبقى ماسك بوست والعربيه مش طالبه بوست، يعني الكنترول مديله امر ان انت ما تمسكش بوست، خليك فاتح. لا، هو بيبقى ماسك بوست بشكل معين. وتالت ميزه ليه ان هو بيمسك بوست احسن شويه ما بين النقلات. الدي في العادي لو انت زودت البوست في وشه قوي ما عندوش مشكله ان هو يفتح، بس لو البوست جامد قوي في وشه وفتح وانت بتنقل من نقله لنقله وجاي يقفل تاني، ممكن ما يعرفش يقفل كويس. الدي في بلس ما فيهوش المشكله دي،
بيعرف يقفل كويس، فهيمسك لك بوست احسن ما بين النقله والنقله. الفرق طبعا مش درامي، لكن من ناحيه في فرق. ومن ضمن مميزاته ان هو حاجه صغيره، مش محتاج تشتري سولونويد جديد ثمنه غالي، لا انت بتستعمل السولونويد بتاع الشركه بتاعتك بالكونكشنز بتاعته، هيتكلم مع كنترول الموتور زي ما هو، انت بس بتغير حته فيه من فوق زي ما هتشوف كمان شويه. واخر حاجه، محدش يفتكر ان الدي في بلس ده عامل زي البلو اوف فالف او ان هو هيطلع لك صوت البس او الكلام ده، هو ملوش دعوه خالص. انت عندك بترمي الهواء ده في الاتموسفير، فانت بتسمع صوت البس لو انت مركب مثلا كي او 4 من غير ريلوكيشن كيت او اي يعني كان نوع عربيتك. لكن لو انت التربو بتاعك ما بيطلعش صوت لما تسيب بنزين، هو هيعمل نفس القصه بالظبط. عندك تربو مثلا في مجموعه فاج الكي او 3، لو عندك في بعض الكي او 4 الهايبرد بيبقى حساس التربو بيلت ان فيها، هيفضل زي ما هو بالظبط ومش هتسمع صوت. عندك الخرطوم اللي بيبقى راجع من ريلوكيشن كيت على الانتيك تاني، هيطلع الهواء الزياده ده، هيرجع في الانتيك ومش هتسمع صوت البس اللي بتطلع دي. فهو دور الدي في بلس مش ان هو يطلع لك صوت. وشركه جي اف بي اللي عامله الدي في بلس عندها منتج تاني اسمه الفي تي اي، هو بالظبط الدي في بلس بس بقى بالسولونويد كامل، وفي حته ان هو يخرج لك الهواء في الاتموسفير، حتى لو انت عندك بيريسيركليت بيرجع تاني في مكانه، هو بيخرجه لك في الاتموسفير علشان تسمع صوت البس اللي انت نفسك فيها. بس ده منتج اغلب حبه حلوين من الدي في بلس. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، الدي في بلس بيعمل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي ازاي؟ بيمسك بوست احسن ازاي؟ بيخلي فيه بوست والكنترول مش طالب بوست ازاي؟ لو جينا بصينا على الدي في الستوك بتاع مجموعه فاج مثلا اللي هو الفبر، هتلاقي ان في حاجه اسمها بلانجر كده ووراها سوسته. دي بتعمل ايه؟ دي في سولونويد بالكهرباء، كنترول الموتور بيتحكم فيه، بيزق البلانجر ده لفوق، يقوم قافل خلاص كده مفيش هواء يخرج بره، او يفتح وخلاص على كده. فالسولونويد ملوش وضع غير ان هو يفتح للاخر يقفل للاخر، ما عندوش حاجه غير كده. وزي ما قلت لك البوست لو عالي شويه ممكن ما بين النقله والنقله فتح وبوست تاني عالي في وشه ما يعرفش يقفل كويس للاخر، فيهرب لك بوست ما يديلكش الاداء الكامل. الدي في بلس بيعمل ايه؟ بيشيل بقى الحته اللي فوق دي، بيستعمل نفس سولونويد الكهرباء زي ما هو خالص، وبتغير الطربوش اللي فوق، بتغير المنطقه اللي فوق دي، بيبقى عندك نفس السوسته برضو وبلانجر راكب، بس بقى بيبقى زياده عليه ان انت عندك سوسته ادخن جديده بتبقى راكبه، وفي بيستم. البيستم ده مفيش البلانجر ما بيتحكمش فيه زي في الدي في العادي. الدي في العادي كان البلانجر ده بيزق او يسيب بس. في الدي في بلس حركه البلانجر ما بتتنقلش للبيستم، اللي بيحرك البيستم يفتحه او يقفله حاجتين، الضغط اللي وراه، البوست اللي وراه، وفي السوسته التخينه دي اللي زقه وراه. ولو بصيت في الكتالوج بتاع الدي في بلس المفروض ان هو فيه 2 مودز اوف اوبريشن. لو انت ما ركبتش السوسته التخينه دي وركبت البستم بس لوحده، المفروض ان هو هيشتغل زيه زي الدي في العادي خالص. هيجي له امر افتح هيفتح للاخر مره واحده، هيجي له امر اقفل هيقفل للاخر مره واحده. لو حطيت السوسته دي زي السبورت مود او اللي بتحسن بقى ثروتل ريسبونس، ودي انا مركبها شخصيا وانصح كل الناس انها تركبها. دي بتخلي ان الدي في بلس لما يجي له امر من الموتور افتح ما بيقومش فاتح للاخر مره واحده، بيقوم فاتح حته صغيره وبعدين يبتدي يسيب بالتدريج، يكمل الفتحه بالتدريج على حسب البوست والضغط اللي محطوط وراه، فما بيقومش طارد البوست كل مره واحده زي الستوك. ولما اوريك فيديوهات السواقه واسمعك الصوت بتاعه، بعد ما بيطلع اول دفعه بوست مره واحده بتسمع صوت لفتره طويله كده ايه يقعد شويه. ولو رجعت انت دوست بنزين مره واحده تاني قبل ما يكون خرج كل البوست، هتلاقي عندك بوست حاضر وهتلاقي العربيه حاضره والاستجابه بتاعتها احسن. فانت لو بصيت على العربيه بتاعتك وراقبت كده البوست اللي العربيه طالباه والبوست اللي متحقق في الحساس العادي وفي الدي في بلس، هتلاقي الدي في بلس ماسك بوست العربيه مش طالباه منه خالص. الحساس التاني هتلاقيه لا بيسمع كلام العربيه، هي طالبه فاكيوم خلاص مفيش بوست، هي طالبه مثلا 0.1 بار هتديله 0.1 بار. هنا ممكن تبقى طالبه فاكيوم وماسك 0.2 0.3 بار على حسب الدوسه بتاعتك وعلى حسب التربو مطلع قد ايه، فدي بتحسن لك الريسبونس بتاع العربيه. هتقول لي طب ده ما بيأديش لنوك؟ احتمال بسيط ان هو يؤدي لنوك في الظروف الشديده، حر شديد، بنزين وحش قوي، انت ضاغط على ار بي ام قليل ومحمل رجلك متقل رجلك، ممكن يتسبب في نوك. الحساس العادي ما يعملهولكش، لكن انت لو سواقتك طبيعيه ومش بتدوس جامد على ار بي ام قليل ومراعي القصه دي كلها هتتبسط بيه جدا. واخر فرق ما بينه وما بين الحساس العادي ان هو بيفتح وبيقفل اسرع بكتير من الحساس العادي، مش مجرد بس كمان ان هو بيبقى ماسك البوست، لا بيفتح وبيقفل اسرع من الحساس العادي. وتعالى افرجك على تجربه لذيذه. جبنا العربيه فكنا دي في بلس وركبت الدي في العادي ومشيت اخدت شويه لوجات، وهفرجك على الاصوات والحاجات اللي هو بيعملها. وعايزك تركز وانت بتتفرج مع حاجتين، البوست الريكوستد المطلوب كام والاكتوال اللي متحقق كام في كذا ظرف سواقه، وانا دايس بنزين بالراحه، وانا دايس جامد شويه، وانا مثبت السرعه كروز كنترول على 120. وبعدين طلعنا نجرب نفس التجارب تاني بالدي في بلس. ركز مع نفس الحاجات وشوف الفروقات ما بينهم شكلها عامل ازاي. وبالمناسبه لو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر بشكل علمي هو بيشتغل ازاي، خش دور على الانترنت وخش دور على برضو موقع جي اف بي دي في بلس، هتلاقي تحت حاطين لك فيديوهات بيشرحوا فيها بالتفصيل هو بيشتغل ازاي.
ده الدي في العادي الفبر. اول حاجه هنعملها هنمشي عادي ونشوف البوست الريكوستد اخباره ايه والبوست الاكشوال. وانا حاطط مايك عند الخارج بتاع الدي في علشان نسمع الاصوات اللي هو بيطلعها. فاحنا دلوقتي ماشيين عادي اهو. البوست ريكوستد اللي هو قبله علامه التعجب ده نيجاتيف، هي العربيه طالبه فاكيوم لغايه دلوقتي. في شويه بوست خفاف ده بسبب الويست جيت عادي. هدوس بنزين هتقل رجلي. البوست ريكوستد قريب من الاكشوال سامع، واول ما هسيب تاني واخر حاجه هنجربها هنثبت السرعه على 120. ده حساس الدي في الستوك، دي الحته اللي بتدخل وبتطلع في جوه هنا واصل بفيشه. مجرد ما بياخد الامر من الاي سي يو بيقوم يفتح علشان يعدي البوست، لكن في العادي بيبقى قافل. تمام، ده الصوت اللي انت بتسمعه او اللي انت سمعته في الفيديو لما بيعمل التك لما اسيب. الدي في بلس بيستعمل الجسم الاصلي بتاع الحساس بتاعك بالسولينويد اللي جواه بالفيشه بتاعته بكل حاجه. الكلام ده طبعا بيختلف من عربيه لعربيه، لكن دلوقتي دي العربيه ال 2000 التربو بتاعت فاج، الحساس الفبر العادي بتاعنا. بتشيل الجزء ده خلاص، بيبقى عندك البلانجر وعندك الجزء البلاستيك اللي بره ده، وفي السوسته اللي بتبقى زقه البلانجر ده بالحساس لبره. كل ده انت بتستغنى عنه بالثلاث مسامير القصيرين اللي بيبقوا جايين معاه. ده الدي في بلس، هو عباره عن مجموعه المكونات دي. هنشوف دلوقتي بيركبوا ازاي. عندك سوستتين غير التاني، كان فيه سوسته واحده صغيره زي دي. عندك البلانجر ده زي بتاع التاني، وعندك البستم اللي بيتحط هنا دلوقتي، وده شويه زيت هوريك بنستعمله في ايه. وبيجي معاه 3 مسامير طوال علشان التخانه بتاعته اعرض من التاني. تمام كده، هو شكله كده زي ما انت شايف اهو في الصوره. وبيحتاج صيانه كل فتره، ان البستم ده لازم يتزيت، علشان كده انا حاطط الزيت ده. فتعالى اوريلك وانا بركبه وبعمله الصيانه بتاعته. انا كل اللي هعمله اني هزيت بس كده ايه السوسته والمكان اللي بتخش فيه، بحيث انها تنزل بسهوله. البلانجر برضو نفس الكلام، طبقه زيت خفيفه قوي، هو بيبقى بالشكل ده. وبعد كده القطعه دي بتركب على الحساس ده. بس تخلي بالك ان في هنا، شايف البنز ده؟ معرفش واضح ولا لا في الصوره. في بنز هنا وفي فتحه قصاده على الدي في بلس، دي لازم تبقى قصاد دي. هتيجي عند الفتحه دي وتنزلها اهو. شايف البنزين المفروض او البنز والفتحه دخلوا قصاد بعض، وبيتحشر كده. هو عشان في سوسته بتزقه جوه بيفك، لكن ساعات لو ضغطت عليه ممكن يفضل ماسك نفسه شويه كده لغايه لما تركبه اهو. بعد كده السوسته دي بتتحط هنا في النص اللي فوق. واهم حاجه بقى دي اللي محتاجه تتصين كل فتره. زي ما انت شايف هو باين عليه علامات تسليخ او علامات ان هو طالع نازل طول الوقت. المكان يعني في مكانين، المكان اللي بيبقى طالع فيه والمكان اللي بيبقى داخل فيه، دول ايه معلمين اكتر حته. فده الكتالوج بيقول لك ان هو يتزيت مش يتشحم، محدش يحط شحم، يتزيت كل فتره. مش محدد كل قد ايه، انا بعمله مع كل صيانه، مع كل 10000 كيلو تغيير زيت. تمام، بيخش كده اهو، ويبقى الحساس بالمنظر ده. بتركبه عادي خالص، بس وانت بتركب بتبقى ماسك البستم علشان ما يسقطش منك تحت. وقع مني قبل كده ودخنا عليه. وبتحط مساميرك وخلاص، زيه زي الحساس العادي بالظبط. دلوقتي احنا ركبنا دي في بلس، هنمشي بقى المشي العادي ونشوف الفرق البوست الاكشوال مقارنه بالبوست الريكوستد. انا اول حاجه حسيت بيها مجرد ما ركبت واتحركت بالعربيه ان العربيه الاستجابه بتاعتها احسن بكتير. مش بكلم تسارع ان انا دايس بنزين تقيل، لا، بتحرك على الدي عادي ماشي بالراحه. بدوس بنزين، لا، العربيه فيها بوست زياده عن الطبيعي. يعني شايف هنا احنا مثلا اهو هي طالبه فاكيوم والدي في بلس ماسك بوست، فبالتالي حتى لو رقم قليل بيحسن لك الاستجابه بتاع العربيه. ده الفرق الرئيسي ما بين الدي في بلس وما بين الحساس العادي، طبعا لما يكون راكب فيه السوسته الكبيره. تعالى نسمع بقى الصوت لما هدوس واسيب. حتى تلاحظ ان صوت السيرج زاد. ليه؟ لان هو بيسيب شويه هواء محبوسين في الشارج بايب، فبيردوا تاني في وش التربو، ما بيخرجش كل الهواء اول ما الاي سي يو يديله الاشاره.
وبعدين انت هتسمعه بيخرج البوست مره واحده، برضو بيسيب حته كبيره وبعدين يبتدي يخرج حبه صغيرين بالراحه، بس ما بيخرجش نفس الكميه بتاع اللي قبل كده، بيخرج كميه اقل منه. يعني هتلاقيه برضو ايه ماسك بوست حتى لو انت سايب. يعني تعالى هنثبت السرعه دلوقتي على 120 مثلا ونشغل مثبت السرعه. انا كده مثبت على 120. شايف فرق البوست، ماسك بوست قد ايه بالمقارنه بالحساس التاني، بالرغم ان العربيه مش طالبه اي حاجه، يعني الريكوستد صفر. يعني انا دلوقتي نقلت على منزل اهو، اللي فات ده كان مطلع، الرقم نزل شويه بس برضه لسه ماسك بوست. ده الفرق الرئيسي. زي ما انت شفت كده في فرق ملحوظ ما بين الدي في العادي والدي في بلس. طب هتقولي الكلام عجبني واقتنعت خلاص عايز الدي في بلس. الدي في بلس ده ملوش عيوب، زي اي حاجه ليه شويه عيوب. اول حاجه ان هو احتمال يبوظ. نسبة البوظان في العدد الأشخاص اللي أنا أعرفها مركباه قليلة، لكن ممكن يبوظ. البستم بيعلق، بيتحشر مكانه، ما بيرضاش يطلع وينزل. العيب التاني بتاعه ان هو بيحتاج صيانه. البستم النحاس ده محتاج يتزيت كل فتره. الكتالوج مش محدد كل قد ايه، انا شخصيا بعملها كل 10000 كيلو مع كل تغيير زيت. البستم يتحط عليه طبقه زيت خفيفه كده، لحسه يا دوبك زيت موتور وبترجعه مكانه تاني. دي قد يبدو للوهله الاولى ان هي ما فيهاش اي مشكله. دي ما فيهاش اي مشكله لو انت الدي في ده راكب في مكان ظاهر وسهل ان انت توصل له، لكن في اغلب العربيات بيبقى راكب في التربو نفسه، بيبقى مستخبي بقى تحت العربيه ورا الموتور، الدنيا سخنه، مش سهل ان انا كل شويه انزل افكه واعمل القصه دي واركبه تاني. في العربيات مثلا اللي هي فيها الكي او 4 وفيها ريلوكيشن، ده بيبقى في وش الموتور زي ما انت شايف كده وقريب وسهل خالص ان انت توصل له. بتشيل الفيشه بتاعته، بتفك الثلاث مسامير، بتطلعه، بتزيته وبترجعه تاني وتقوم مركب الفيشه. ما بتاخدش 5 دقايق او 10 دقايق بكتير. العيب الثالث بتاعه ان ممكن السوست اللي فيه تضعف مع الوقت والاستعمال، بس دي جي اف في بتبيع لها قطع غيار. ممكن تشتري السوسته الصغيره او تشتري السوسته الطويله الرفيعه دي على طول، مش لازم تشتري دي في كامل. والشيء بالشيء يذكر، الدي في بلس راكب في عربيتي بقاله 2.5 سنين وربنا يبارك فيه الحمد لله، ما فيهوش اي مشاكل، ولا احتاج تغير السوست ولا البست معلق ولا حصل له حاجه. ولو عايزين نتلكك له شويه، عندنا عيبين كمان ممكن نتكلم عليهم. رقم واحد، بيزود السيرج شويه، لان هو ما بيقومش سايب البوست كله يخرج مره واحده، ودي اكيد انت لاحظتها في الفيديوهات اللي انت اتفرجت عليها من شويه. وعلى حسب بقى انت شويه السيرج اللي هو بيتسبب فيهم دول هيضايقوك او مش هيضايقوك. لو انت متون العربيه او عندك بوست عالي، ممكن تسمع السيرج ده او تلاحظه كويس جدا اول ما تركب الدي في بلس بالمقارنه بالدي في العادي. وتاني تلكيكه له، ان هو في بعض العربيات بيطلع لك الايرور اللي انت شايفه قدامك ده، وده ما تقلقش منه، مكتوب في الكتالوج ان انت لو مركب السوسته القصيره اللي ورا البستم اللي هي انت مشغله في الاوبريشن مود ان هو ما يسيبش البوست كله مره واحده، هيطلع لك الايرور ده في بعض العربيات. ما تسالنيش هو بيطلع في انهي عربيات واشمعنى وليه، مش كلنا ماشيين زي بعض. انا شخصيا في عربيتي مش مطلع الايرور، في عربيه واحد صاحبي نفس القصه والدنيا كلها قريبه من بعض مطلع الايرور ده. فانت لازم تبقى عارف من دلوقتي القصه دي، ان انت احتمال يبقى عندك عطل متسجل ما تعرفش تشيله طول ما الدي في بلس ده راكب. ولو عايزين نتلكك له تلكيكه ثالثه، انا في مره حاولت ان انا اشيل السوسته التخينه القصيره دي اللي ورا البستم واشغله بقى زيه زي الدي في عادي. ساعتها انت فقدت ميزه طبعا الثروتل ريسبونس والكلام ده كله. طب ايه لازمته في الحاله دي؟ ان هو مش هيهرب بوست زيه زي الدي في العادي اللي عندي اللي كان بيهرب بوست. حاولت اجرب القصه دي والعربيه ادت ايرور على طول، والبست معلق في مكانه ما رضاش يشتغل. فهو في الكتالوج بيقول لك ان هو ينفع يشتغل من غير السوسته دي، بس انا لما جربتها ما نجحتش، ما اشتغلش، وما اعرفش حد من الاصدقاء جربها واشتغل. لكن بالنسبه لي انا دي مش قضيه قوي، لان كده كده ميزته بالنسبه لي هي الثروتل ريسبونس، زائد ان هو ما بيهربش بوست بالمقارنه بالدي في العادي. فلو جينا بقى عايزين نقول الخلاصه، اشتريه يعني ولا ما اشتريهوش؟ لو تفتكر انا في كل الحلقات اللي فاتت كنت بقول لك انا ما بحبش الصرف من غير فايده. الدي في بلس من الحاجات اللي هخالف فيها القاعده دي. انا شايف ان ده تعديل من التعديلات اللي بتفرق جدا في السواقه اليوميه. مش هنتكلم على التسارع، ممكن لو انت كان عندك تهريب كبير بوست ممكن يفرق شويه في التسارع، ممكن يمسك لك شويه بوست ما بين النقله والنقله، هي دي يعني هتفرق مثلا ملي ثانيه 2 ملي ثانيه. مش هي دي الفرق الكبير. الفرق الكبير بالنسبه لي كان في السواقه اليوميه واستجابه العربيه. انا لما فكيته في التجربه اللي انا عملتها وركبت الدي في العادي، كنت متضايق مخنوق، حاسس ان العربيه متكتفه تقيله لاجي. لا، الدي في بلس فعلا بيحسن لك القصه دي جدا. فده بصراحه من التعديلات اللي انا بشجع اصدقائي ان هم يركبوها لو عرفوا يعملوا كده، وخصوصا ان هو سعره حنين نسبيا. انت مش هتشتري بقى سولونويد كامل وكنترول يونت كامله. هو مع فرق العمله فارق شويه، لكن هو سعره مثلا كام؟ $150 بالمقارنه مثلا بحاجه زي الدي في بتاع تيربو سمارت، ده ثمنه $270 مقابل ال $150. نيجي بقى لنقطه تانية مهمه جدا، اصلي ولا تقليد؟ انتشر نسخ من الدي في بلس تقليد، هتلاقيها بتتباع على علي اكسبريس، ممكن تلاقيها بتتباع على بعض الجروبس، هتلاقي ناس بتبيعها
ومش هتبقى عارف ان هو ده تقليد. العلبه شبه العلبه، انا شخصيا معرفش اجزم لك اقول لك مين الاصلي ومين التقليد، بقى العلبه اللي بتفتح من فوق، العلبه اللي بتتشد من بره. انا بالنسبه لي الحل الوحيد الموثوق ان انت تشتريه من موقع من بتوع بره اللي بيبيعوه اصلي، مضمون الموقع ده. فدي من الحاجات اللي انت محتاج تخلي بالك منها. ممكن تلاقيه رخيص جدا على علي اكسبريس، ده مش الدي في بلس الاصلي، وبيبقى فيه مشاكل فيتمنت. في واحد من الاصدقاء جربه وركبه في عربيته، بس ممكن ابقى اساله لكم هو ايه الاخبار معاه، شكله عامل ازاي دلوقتي. لكن قبل ما تشتريه خش حاول تعرف ايه الفرق بين الاصلي وبين التقليد، او تعلمهم ازاي من بعض. ونشوفكم في الحلقه الجايه. سلام عليكم ورحمه الله.